السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنصاوب معكم فقاس اقتصادي بمكونات بساط، بلا لوز بلا كركاع، غير بالزنجلان والنفع بالحلاوه. نتمنى تابعوا الفيديو حتى الاخر، ولا كانت هذه اول زياره للقناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا. ندوزو للطريقه والمكونات. المكونات ديال الفقاس ديالنا هما هادو. بسم الله. عندي هنا 4 البيضات، 3 غنديرهم للعجينه وحده غادي نديرها الفوق ديال الفقاس باش غندهنوه. كاس ديال الزيت ديال العنبه، 4 كاس ديال ماء الزهر. عندي هنا 3 د المعالق عامرين مزيان ديال النافع وحبه حلاوه مخلطين. عندي هنا 4 د المعالق عامرين مزيان ديال الزنجلان ما محمرينش. عندي خماره حمراء. عندي نقبصه د الملح، كاس لاروب السكر سنيده، قياس العنبه. دائما الحلاوه كتبقى على حسب الاختيار. عندي هنا فاني والدقيق حسب الخليط. ندوزو للطريقه. خديت هنا البيض درته هنا في البول، غادي نزيد عليه السكر سنيده. نتوما ممكن تضاعفوا المقادير، ممكن ديروا اللوز، ممكن ديروا الكركاع على حسب كل ما كيعجبكم. انا بغيت نديرو اقتصادي. غنزيد قبيصه د الملح لتصحيح الذوق. غنخلط كلشي حتى تذوب ليا سنيده مع البيض. عاد نزيد الزيت ونزيد الماء الزهر. هنا من بعد ما درت لي سنيده غادي نزيد عليها الزيت كاس. غنزيد ماء الزهر. غادي نزيد هاد الزراره. دائما الكميه ديالهم على حساب الاختيار. غادي نخلط كلشي مزيان تيتخلطوا ليا، وغادي نزيد الدقيق شويه بشويه حتى نجمعوا العجينه. انا غنزيد الدقيق والخماره وغنبدا نجمع. بسم الله. غنبدا نزيد الطحين شويه بشويه. هذه هي العجينه ديالنا. من بعد ما زدنا لها الدقيق تجي شويه كتلصق. فاش نقيتوها باليد الاخرى كتجينا هكا رطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش في يدينا. انا غندوز نحربلهم والفران تيكون بارد، وفاش نحطو فيه الفقاس ديالنا ما نسدوهش. هنا خديت البيضه درت فيها قهوه سريعه الذوبان وشويه د الخل. نتوما ممكن ديروا الكاكاو بلاصه القهوه. غادي ندهن هاد الفقاس ديالنا كما شفتوا خرجت منهم 3 ديال الحرابل. غنخلط وندهن كما قلت لكم. الفران يكون بارد. انا غندهنهم. غنجيب الفرشيطه على هذا الشكل. من بعد ما دهنتو ودرت ليه دوك الخطوط بالفرشيطه غندخلو الفران وهو بارد، وما غاديش نسد عليه الباب ونخليه مفوه.
هذا هو الفقاس ديالنا من بعد ما طاب وخرجناه من الفران. غادي نغطيه بفوطه فازكه ونخليه يبرد مزيان عاد نقطعو. نتوما ممكن من بعد ما تهبط الحراره ديالو تحطوه في الثلاجه حتى يبرد لكم مزيان وتقطعوه. هذا هو الفقاس من بعد ما برد. غادي نحيد ليه هاد الجناب وغادي نقطعو تقطيعه عاديه. من بعد ما غنقطعو نستفوه في اللاطا غنحشو في الفران العافيه تكون مهيله باش تعطينا لون واحد تحميره وحده. هذا هو الفقاس ديالنا من بعد ما طاب وحمرناه كيجي على هذا الشكل كما شفتوا مقرمل في نفس الوقت هشيش. اقتصادي وسهل. نتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. شكرا.